عاود المجدية لكريستيان un peu plus vous de l'émission مترويفتي تقيل فترك صح عليك تقول لي نزيد ونقول يزيك وقاعد قاعدة تكتونيك ونمشون سامباتيك دزينا لهم ألوف ستعيناهم للردو واحد ورا واحد جو والله غاغر ياكلهم من النجوم ومن الحساب التربة عليهم الباب اللي يغني واللي يشطح واللي يمثل فوق المسرح خميس حمى وزيد عبوا عصام وإياد مشتاق وغرسة ثومية حصلوا في الرجاء أرضية اللي يبكي واللي يصيح واللي شاهد واللي يطيح من هذا الحزب العمال الكل يقف للزلزال كل حاجة هناك حمل همامي ضد الزلزال ضيق. أولا هذا الزلزال يتم داخل أطر الشرعية لذلك فالزلزال هو ملاذ الجميع. صحة شريبتكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الزلزال. ليش ما خليتوش الترويكا تخدم ليش؟ اليوم باش نشاهدوا مع بعضنا ردة فعل زوج ضحايا جدد وهما الشيخ خميس الماجري. يا أخي العلمانية متاعنا علمانية غريبة. راهو تعبنا ما عادش نجموا التوانسة. ومنذر بالحاجة علي القيادي في نداء تونس. يا أخي القوس هذا لازم يتسكر في أقرب وقت. البداية باش تكون مع المنذر الحاج علي اللي استدعيناه لإجراء حوار على أمواج مزيف يتحدث فيه على حزبه نداء تونس. المنظر قلت لك اعطيني عيوب اعطيتني محاسن يستشير برشا ما خاب من الاستشار. لكن انا اقول لك علاش، لانه كي تطول الاستشاره يولي القرار معقد. كي تطول الوحده القرار معقد. وانا كان عندي ماخذ كبيره على الباجي قال سمسي سامحني راني ما ماشيش معاه. بدا الحوار وصارت اثناء الرجه صغيره اللي حس بها ضيفنا، اما واصل الحديث وكانه ما صار شيء، وكان لازم يدخل ناجي كالعاده الاستوديو باش يعلن حدوث رجه ارضيه باش تنطلي الحكايه على ضيفنا ويصدق بعدها حدوث الزلزال. ليه حسيت حاجه كبيره مشينا شنو الاستوديو بيدو مشى وجا نرعش انا وليد شنو حلوش صورش كيما يسافر هنا في المراه صباح هات بابا باهي مجتمع المجلس الوطني في نهاية الأسبوع إذا أنتم حزب ضيفنا صدق انه يعيش زلزال مدمر وما خمم كان في مغادره الاستوديو. استنى يا ولدي كسر الباب يا ناجي اطفال تحت قدام التكنيسيان على راسه المفتاح البلوك كسر سيد
الباب وتوصل الرجات العنيفة خلاه منذر بالحاجة عليه يلقى طريقة أخرى يهرب بها من الخطر ويغادر المكان. بعد ما حصل وافق منذر باش يبقى معنا في الاستوديو حتى ما يشكش ضيفنا الثاني الشيخ خميس الماجري حتى لحظه وانه في برنامج اذاعي للحديث على مسير. خدمت في وسط الجاليه على المنابر وعلى الدروس وحتى في تعليم الاولاد في بعض المدارس. الرجل الاولى ما خوفتش الشيخ خميس اللي واصل حديثه وكانه ما صار شيء. زعما مع حدوث الزلزال كيفاش باش تكون ردة فعل ضيفنا؟ اقعدوا معنا بعد الفاصل. الله